في قديم الزمان كان هناك في دمشق سوق اسمه سوق مدحت باشا أو السوق الطويل. وكانت العادة أن توضع الأمانات من أموال وذهب عند أول دكان في هذا السوق، ويغادر صاحبها إلى الحج، وعند عودته يمر على صاحب الدكان ويأخذ أمانته ويمضي إلى بلده. وفي أحد الأيام جاء رجل من خارج دمشق يحمل سرة حمراء، وتوقف عند أحد الدكاكين وأعطى صاحب الدكان هذه السرة، طالبا منه أن يودعها عنده أمانة إلى حين عودته من الحج. وافق صاحب الدكان بعد أن تأكد من عددها البالغ 3000 درهم، وتعرف عليه، وغادر الرجل إلى الحج قاصدا بيت الله الحرام. وبعد عدة أشهر عاد الرجل ودخل إلى الدكان فلم يجد صاحبها، فسأل عنه، فقال له العمال إنه في البيت وسيعود قريبا. وعند عودته طلب منه الرجل ماله، فقال له: كم أودعت لدينا؟ قال له: 3000 درهم. قال له: ما اسمك؟ قال له: اسمي فلان. ألا تذكرني؟ قال له: في أي يوم كان؟ قال له: يوم كذا. وبدأ الرجل يرتاب من الأسئلة. قال له: ما لون السرة التي وضعتها بها؟ قال له: سرة حمراء. قال له: اجلس قليلا. وأمر بإحضار طعام الغذاء، واستأذن منه بأن عنده أمرا ضروري وسيعود على الفور. انتظر الرجل وقت ليس بالقصير، وإذا بصاحب الدكان قد جاء حاملا معه سرة حمراء وفيها 3000 درهم. عدهم الرجل وتأكد منهم، وقال لصاحب الدكان: جزاك الله خيرا، وانصرف. وبينما هو يمشي في السوق وإذ به يرى شيئا غريبا، اقترب ليتأكد منه، فدخل إلى دكان آخر. وكانت المفاجأة: هذا هو الدكان الذي وضع أمانته فيه. قال لصاحب الدكان: السلام عليكم. فرد صاحب الدكان: وعليكم السلام ورحمة الله، تقبل الله منك الحج، والحمد لله على سلامتك، هذه أمانتك يا حاج. فأعاد له سرته وفيها 3000 درهم. أصاب الرجل الدهشة، فقص عليه ما حدث، وأنه أخطأ في الدكان، ودخل عند جاره فأعطاه المال ولم يشكك بكلامه. ذهبوا إليه وسألوه: كيف تعطي الرجل المال وهو لم يضع عندك أمانته في الأصل؟ فقال لهم: والله الذي لا إله إلا هو، إني لم أعرف ولم أتذكر أن لديه أمانة عندي، ولكن لما رأيت أنه واثق من كلامه معي وأنه غريب عن هذه البلاد، فكرت أني إن لم أعطه أمانته سيذهب مكسور الخاطر، وسيحدث أهله ويقول أن أمانته سرقت منه في سوق دمشق، وسيذيع الصيت عن أهل الشام كلهم وليس عن الشخص الذي سرق منه الأمانة. وتذكرت كلام الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فذهبت وبعت بضاعة كانت عندي ب1000 درهم، فلم تكفي لسداد الأمانة، واستدنت من صديق ب1500 درهم، وكان معي 500 فأكملتهم له. أين نحن من هذا في زمن أصبح أكل أموال الناس بالباطل مذهبا وشطارة، وأصبح الأمين عملة نادرة وشيئا غريبا بين الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.